تعمل ايه لو كل الظروف ضدك؟ مفيش اي حاجة ولا اي حد عايز يساعدك توصل لحلمك. ظروفك وحشة، مش معاك فلوس، بيتك مش بتساعد، مفيش حد عايز يكتشفك، مفيش حد عايز يمدلك ايده او يساعدك. تعمل ايه؟ اول سؤال بسمعه من اي حد بيتكلم كده هو انا ذنبي ايه؟ انا ذنبي ايه ان اتولد فقير، او ان اتولد في منطقة شعبية، او ان محدش بيحبني او محدش بيتقبلني؟ انا ذنبي ايه؟ والاجابة مش هتفرق ده ذنب مين او انت ذنبك ايه او مين المسؤول عن كده. ربنا ليه حكمة انه يحطك في المكان والظروف دي، هو وحده اللي يعلمها. السؤال المهم فعلا هو دي مسؤولية مين المسؤول انه يطلعك من الظروف دي او يحسن حياتك او ينتشلك من الفقر؟ والاجابة للاسف الشديد هي انت مسؤول بنسبة 100% عن كل ملي في حياتك، ومفيش اي حد مدين ليك باي حاجة. وحتى لو في حد مدين ليك بحاجة، برضو انك تاخد منه الحاجة دي مسؤوليتك انت، مش مسؤولية اي حد تاني. كلام صعب مش كده؟ انا عارف، ما هو كان صعب عليا كمان. في حاجات كتير كنت احب لو ينفع افضل معلقها على شماعة غيري، او مبررها بالظروف، او مش ذنبي، او مش غلطتي، او حد تاني هو المسؤول. بس للاسف ما ينفعش. ولو انا ما تحملتش المسؤولية مفيش حد هيتحملها مكاني، ومفيش حاجة هتتغير، وهفضل زي ما انا، وهكمل حياتي ببرر لنفسي وانا عارف من جوايا ان التبرير ملوش قيمة. اكيد سمعت قبل كده ولو لمرة واحدة مصطلح عقلية الضحية. ممكن تكون قبلته، ممكن تكون كرهته، ممكن يكون ما اثرش فيك اصلا. بس عارف ايه المخيف في المصطلح ده؟ مش انك المفروض تبعد عن عقلية الضحية. المرعب انك ممكن فعلا بنسبة 100% وبكل المقاييس تكون فعلا ضحية، ومع ذلك ما ينفعش تكمل بعقلية الضحية. ما ينفعش تتعامل على اساس انك ضحية، لانها مش هتوديك في حتة غير انك تفضل مكانك ضحية. بس سيبنا من الماضي ومن اللي فات ومن بيئتك وطفولتك وعيلتك وايا كانت مبرراتك. خلينا في اللي جاي، لان ده المهم وده اللي هيفرق. انت لازم تتحمل المسؤولية عن كل حاجة في حياتك، حتى لو كانت رسميا مش مسؤوليتك. ما دام بتأثر على حياتك بشكل او باخر، يبقى لازم تعمل حسابها ويبقى ليك دور فيها. حتى لو كانت حاجة زي ان واحد دخل بيتك بالليل قشط كل اللي فيه، هي مش غلطتك ايوه، بس ما زالت مسؤوليتك. انت اللي سبت الباب مفتوح، او ما ركبتش قفل، او ما ركبتش كاميرات، او سبت الفلوس في مكان سهل الوصول ليه. بس اللي فات مات، خليك في اللي جاي. اعمل اللي تقدر عليه، بلغ الشرطة، شوف الكاميرات القريبة منك، اعمل كل الخطوات المتاحة. والاهم انك تتعلم من غلطك وتركب قفل وتركب كاميرا وتشيل فلوسك كويس عشان الموضوع ما يتكررش. انا عارف انه مش ذنبك ان الشارع بتاعك دايما فيه زيطة ومش عارف تذاكر، بس هتعمل ايه؟ تحمل المسؤولية. شوف ايه اللي بايدك تعمله، ازاز عازل للصوت، مذاكرة في مكان هادي بره البيت، سماعات بتلغي الصوت اللي حواليك. تحمل مسؤولية نفسك، ما قدامكش حل تاني. لو كتبت في ورقة الامتحان مش ذنبي ان ما عرفتش اذاكر، ده الشارع بتاعنا كان فيه زيطة، برضه هتسقط. محدش مهتم باعذارك. الاسعار نزلت والدولار رفع والجنيه نزل، مش غلطتك، انت مالكش ذنب. بس انك تتكيف مع الوضع مسؤوليتك. انت ممكن تشتكي وتكتب كومنتات سب ولعن واعتراض للسنه الجايه، برضه هتموت من الجوع لو ما عرفتش توفر فلوس للاكل، برضه هتطرد من الشقه لو ما عرفتش تدفع الايجار. لازم تتحمل مسؤوليه نفسك وتتصرف. اعمل كل اللي تقدر عليه، دور في كل الطرق المتاحه. كده كده مفيش بديل قدامك اساسا غير انك تتصرف. المطلوب مش انك تبقى متحكم في كل حاجه، انت مش هتتحكم في الاقتصاد العالمي. المطلوب انك تتحمل المسؤوليه عن كل حاجه بتحصل لك. مسؤوليه رد الفعل، مسؤوليه التكيف، مسؤوليه ازاي هتعامل مع الوضع الجديد، مسؤوليه الاختيارات اللي انت خدتها بنفسك، ومسؤوليه انك ما تتحججش بالحاجات اللي مالكش ايد فيها. كل الناس عندها اعذار وكل الناس عندها ظروف، بس اعذارك وظروفك مش هتعمل اي فرق. انت مش عايز تروح الجيم الشهر ده عشان نفسيتك تعبانه او مشغول في اكس واي زي، هل ده هيخلي عضلاتك تكبر؟ ليه بتحاول تحمل المسؤوليه لغيرك؟ انت مش ضعيف لدرجه ان اي حد معدي يبقى متحكم في حياتك. انت المتحكم في حياتك بعد ربنا، مش اي حد تاني. واجهتك مشكله حلها، مش هتقدر حاول تتكيف معاها، تقلل الاضرار، تطلع باقل الخسائر. اعمل اي حاجه غير انك تشتكي وتقول ماليش ذنب. يبقى تعمل ايه لو كل حاجه واقفه ضدك؟ تتحمل المسؤوليه، تشوف ايه الخيارات المتاحه قدامك، تحاول تقلب الوضع لصالحك وتشوف ايه اللي في تحكمك وتقدر تغيره. الضحايا بيفضلوا ضحايا، عمرهم ما بينجحوا او يتبسطوا او يعيشوا حياتهم. اوعدني انك مش هتاخد دور الضحيه تاني حتى لو كنت فعلا ضحيه. شكرا لحسن استماعكم، سلام عليكم.